ولكن استهداف المسيحيين تحديدا قتلا وخطفا الهدف مزدوج، عملية إرهابية وطائفية. طائفية يعني تشعل فتنة بين المسلمين والمسيحيين وتصطاد المسيحيين لأسباب طائفية لأنهم مسيحيون، وبالتالي لابد أن نواجه هذه العمليات. هنشوف كم عملية ولماذا تحدث وكيف يمكن أن نواجهها مع ضيفي أستاذ أبانوب جرجس المحامي ومنسق ائتلاف أقباط مصر بشمال سيناء. أستاذ أبانوب أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أستاذ فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر. أستاذ فادي أهلا بيك. أهلا وسهلا. أستاذ أبانوب خليني أبدأ معاك، كم حالة قتل واختطاف، وإيه اللي يخلينا نستخدم عنوان قتل واختطاف المسيحيين؟ ما هو ده يحدث للوطن كله، يحدث لجنود وضباط الشرطة وجنود وضباط الجيش، يحدث للمسلمين أيضا، لكن ليه في شعور بأنه في عمليات ممنهجة للجماعات الإرهابية تستهدف قتل واختطاف المسيحيين؟ في بداية كلامي برحب بحضرتك أستاذ وائل. عدد الحالات اللي تم اختطافها وذبحها وتم القضاء عليها وقتلها بحوالي 7 أو 8 حالات حتى الآن. دول بالتحديد كان بشكل طائفي. بعد 30 يونيو مباشرة، بعد حدوث ثورة 30 يونيو بدأت الحالات بقتل القس أبونا مينا عبود، وده كان حادث طائفي بحت، يعني ان هو لم يتم سرقة سيارته ولم يتم سرقة أموال كان معاه، وتم استهدافه وقتله على أساس هويته الدينية. لم يكن لا بهدف السرقة ولا بهدف يعني قتل. وده طبعا القتل كان واضحا انه الهدف هو قتله واغتياله، يعني على هويته الدينيه كونه مسيحي. طيب نشوف صورة عندنا. طب نشوف وانت بتكمل كده. انا عندي الجنازة، عندي جنازة القس مينا عبود، نشوفها. هتبقى صورته في اذهاننا وشخصه في قلوبنا، والوقت شايفينه فوق مع الملائكة والقديسين والشهداء. قليل لما نقول على حد كده، لأن الاستشهاد بقى عزيز في هذه الأيام، لكن الرب شاء بأن يعطيه هذه المكانة وهذا المكان الثاني. أعرف أن المسلمين بكوا أكثر لأنه كان إنسانا أمينا للكل، لكن لما يجي واحد غادر ويبقى تبع تنظيم إرهابي، ده ما يتحسبش، ده بره المعلم خالص. إذن فنحن اليوم خسرنا كاهنا كان يخدم في وسطنا، وكسبناه شهيدا يصلي من أجلنا. نحن في النهاية جسد واحد، ولذلك نعيش معا هذه الآلام ونثق أن الرب هو ضمين العزاء. قال كما تعزي الأم أولادها أنا أعزيكم يقول الرب. نطلب العزاء من الرب والنياح للشهيد الحبيب البار، ونطلب من الرب أن يعطينا جميعا الصبر والتعزية والسلام. طيب القس مينا عبود كيف قتل، كيف قتلوه؟ قتل رميا بالرصاص امام كنيسه مريمينا بحي المساعيد عندنا في شمال سيناء، وكان زي ما قلت لحضرتك حادث طائفي على هويته الدينيه، انه تم قتله على كونه مسيحي. طيب الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه كان استاذ مجدي لمعي، ده تاجر ادوات صحيه في يقطن منطقه الشيخ زويد، وتم اختطافه. في الاول طلب فيه فديه، ما دفعتش الفديه، بعد كده تم ذبحه وتم استرجاع جثته وعليها راسه، ومعاه رساله تهديد لكل المسيحيين في المنطقه لتهجيرهم وكونهم هيعملوها بعد كده اماره اسلاميه. يعني كانت رساله التهديد دي اولى رساله التهديد تيجي مع جثه مسيحي، بانه على المسيحيين ان يرحلوا لانه سنحول سيناء الى اماره اسلاميه. تمام. طيب هنشوف الصورة بس لضعاف القلوب، يعني ألا يشاهدوا هذه الصورة لمجدي لمعي بعد أن ذبحته الجماعات الإرهابية، اختطفته ثم قامت بذبحه، فصل رأسه عن جسده. أرسلوا زي ما أنتم شايفين أنه مع تهديد
لكل المسيحيين ارحلوا عن سيناء لأننا سنحولها إلى إمارة إسلامية. وبعتذر للمشاهدين، لكن لكي نكشف قبح هذا الإرهاب ولكي نكشف العمليات الإرهابية الدموية اللي بتقوم بها الجماعات التكفيرية في سيناء، التي قامت جماعة الإخوان برعايتهم والإشراف عليهم ونقلهم إلى سيناء وتحويل سيناء إلى ملجأ لكل الجماعات التكفيرية. خطفوه وذبحوه وأرسلوا جثته مفصولة عن رأسه مع رسالة على كل المسيحيين أن يرحلوا لأننا سنحول سيناء إلى إمارة إسلامية. هل ده أثار الذعر في صفوف المسيحيين؟ بالتأكيد أثار الذعر في صفوف المسيحيين وفي صفوف كل المتواجدين في شمال سيناء، لأنه بعد كده حدثت حالات زي كده مع اللي هو ما يسموه بالتعاون مع أجهزة المخابرات وبالتعاون مع جهاز الموساد. حصل الحالات دي حصلت مؤخرا، فبدأ دلوقتي يعني بس الذعر مرة أخرى في نفوس كل الموجودين في شمال سيناء تحديدا يعني. طيب الحالة الثالثة توالت الحالات بعد كده بقى خطف أستاذ هاني سمير وبرضه تم قتله، وخطف أستاذ شنودة رياض، وخطف أستاذ جمال شنودة، ومؤخرا خطف دكتور وديع رمسيس اللي هو صاحب مستشفى خاصة، مستشفى رمسيس الخاصة، وده تم اختطافه من أمام المستشفى الخاصة بتاعته بعد إطلاق النار عليه. وده ما زال مخطوفا حتى الآن ما زال مخطوفا ولا يعلم حياته مما ماتوا. طيب وهنا لم يقتلوه ولم يرسلوا معلومات عنه حتى الآن يعني؟ حتى الآن ما فيش أي معلومات عنه. ولم يطلبوا فدية أو؟ لا، طلبوا فدية 10 مليون جنيه. 10 مليون. وطلبوا فدية في أستاذ جمال شنودة، أو الحالتين دول كانوا متزامنين مع بعض يعني. أستاذ جمال شنودة تاني يوم على طول دكتور وديع رمسيس. فطلبوا الفدية في الاثنين مع بعض. تم دفع فدية يعني بسيطة في أستاذ جمال شنودة، وتم استرجاعه مرة أخرى، وبرضه معاه رسالة تهديد على مسيحي شمال سيناء بأن هم يهاجروا المدينة علشان هتتحول لإمارة إسلامية. ودايما الرسالة دي بيحاولوا يبثوها في نفوسنا علشان ان احنا نخاف ونبدأ ان احنا نبعد عن بلدنا ونسيبها ونروح مكان تاني. عدد المسيحيين في شمال سيناء كام؟ عدد المسيحيين وصل دلوقتي حوالي من 600 ل 700 أسرة، بعد ما في أسر ثابت المناطق الشيخ زويد ورفح، وفي أسر كمان من العريش ثابت المنطقة ورجعت لبلاد أخرى يعني تقول إن هي أكثر أمانا وتتمتع بالأمان عن منطقة شمال سيناء. يعني فيما يمكن أن نسميه تهجيرا قسريا للمسيحيين في شمال سيناء. لا، مش تهجير قسري، هو تهجير على حسب ما هو الأسرة نفسها خايفة من اللي ممكن يحصل لها على هويتها الدينية. أنا مسيحي خايف ممكن تحصل لي حاجة فبسيب البلد وبمشي، إنما تهجير قسري دي مش موجودة. طيب ما يعني هو لما أنا أهدد وافصل الرأس عن الجسد على المسيحيين أن يرحلوا، يعني ده نوع من تهجير قسري من قبل يعني الجماعات الجهادية. بالظبط، من قبل الجماعات الجهادية. أسأل لواء محمد عطية مدير الأمن فرع الأمن العام السابق بشمال سيناء. سيادة اللواء أهلا بيك. طب نحاول نجيب سيادة اللواء تاني، واضح الخط انقطع. هنا هسأل أستاذ فادي، ايه اللي يخليني هنا اقول في استهداف متعمد للمسيحيين وكيف يمكن ان اواجهه؟ هل معنى كده انه بعد هذه الحوادث ال 600 700 اسره اللي ما زالوا موجودين في سيناء من المسيحيين بيتم تامينهم ولا لم نلتفت الى ذلك؟ خلينا نعترف ان في انفلات امني موجود في منطقه سيناء بالكامل، وده طبعا بيخلينا نسمع كل يومين ثلاثه عن حالات استهداف لجنود في الجيش، جنود في الشرطه، وطبعا اقباط او لا بس مش سببه او ناس المين، مش سببه الانفلات الامن، سببه انك بتواجه جماعات ارهابيه مموله ومسلحه تسليحا كبيرا تملك عنصر المباغته، يتم تهريب عناصرها من الحدود، تستخدم اسلحه قادمه من ليبيا، معهم اسلحه متطوره، بتواجه كم كبير من هذه الجماعات في سيناء بفعل جماعه الاخوان تم حشدها، تخلصت من جزء كبير منها يعني، لكن ما زال البقايا. الريزلت في الاخر ان برضه في انفلات امني ولو حتى في مناطق محدده، بالاخص في رفح، لان رفح من بدايه حتى ثوره 25 يناير شهدت احداث طائفيه. كان اول كنيسه ويمكن تعتبر الكنيسه الوحيده اللي تم استهدافها كنيسه مرجرجس في رفح من قبل الجماعات المتشدده. عايز اوصل معاك بس لحاجه، ان احنا عندنا مشاهد يا استاذ وائل لازم نقف قدامها. اول مشهد
هو نقل الصورة المتواجدة في سوريا وفي العراق لمصر. دي محاولة من بعض الجماعات المتشددة الإرهابية نقل تلك الصورة بنفس الطريقة، حتى في طريقة الذبح زي ما احنا عرضنا للأسف صورة مجدي لمعي. نفس الصورة ديت كنا بنشاهدها من 2 3 في سوريا، وبنشاهدها الفترة الحالية يعني احنا يعني ايه اللي خلينا بقى نفزع لما تفعله داعش في سوريا وفي العراق وهو يحدث في مصر؟ يعني في محاولة نقل المشهد من هناك لهنا، ودوت بيوضح أكتر إن اللي بيسعوا لنقل هذا المشهد هم عبارة عن جماعة مترابطة، جزء منها موجود في سوريا، جزء منها موجود في العراق، جزء منها موجود في ليبيا، وجزء منها موجود في مصر، ولو حتى في مناطق معينة في مصر، وليس منتشر مثل ما يحدث في العراق أو سوريا أو ليبيا. زائد إن المشهد دوت موجود في مشهد تاني للأسف بيدفع ثمنه الآباط، ضريبة 30 يونيو، لأن المشهد ده بدأ يتصاعد بعد 30 يونيو ضد الآباط. طبعا لأنه الإخوان كانوا يهتفون على منصة رابعة هذه حرب صليبية على الإسلام، المسيحيون هم الذين يقفون على أسوار قصر الاتحادية، بيلعبوا على وتر الفتن، غزوا هذه الطائفية يعني. للأسف الآباط، وده شيء يعني احنا بنقول ان هو زي ما قال بابا تودروس، شيء أقل ما يقدمه الآباط وإثبات وطنيتهم أن يقدموا أرواحهم وكنائسهم وممتلكاتهم لأجل الوطن. وده أظهروا الآباط خلال ما يقرب من 1 و3 شهور من ثورة 30 يونيو. طبعا أظهروا وهو كان موجود، بس بدأ يتم إظهاره أو تم يعني وضع الفوكس عليه، ان الآباط بيضحوا بالغالي والنفيس حتى بأرواحهم من أجل فداء هذا الوطن. ودور الكنيسة ووراها الشعب القبطي في محاولة تماسك أبناء الوطن الواحد كان واضح جدا بمشاركتها في خريطة المستقبل. وكان يعلم البابا تودروس منذ أن شارك في عملية إسقاط الجماعة الفاشية اللي هي الإخوان المسلمين، واستمرارا باستحقاقات خريطة المستقبل، أن هناك ضريبة سيدفعها الآباط وستكون متزامنة مع مرحلة تنفيذ خارطة المستقبل. بدأت بأحداث حركة أكثر من 83 كنيسة ومنشأة في أنحاء مصر بعد فض اعتصام رابعة، واستمرت في مناطق زي العريش وشمال سيناء، ومتواجدة أيضا في مناطق تانية في محافظات مصر، في الصعيد بالأخص. يعني احنا في ائتلاف آباط مصر لينا 16 فرع بنراقب عن طريق منسقنا واعضائنا الوضع الحقوقي بشكل حقوقي للاماكن اللي فيها اشتعال فتن طائفيه زي قنا وبالاخص نجا حمادي، بيقترب عدد المخطوفين فيها ل 72 حاله، وتم دفع فديه او مبالغ يعني لارجاع بعض الاقباط منهم الى 7 مليون جنيه. هناك من رجع ومن هناك لم يرجع او لسه ما يتمش الكشف عن مستقبله او مصيره ايه. وفي كل الأحوال الآباط مقتنعين جدا أن ما يحدث في مصر هو دفع ضريبة وطنيتهم وإثبات ترسيخ وجودهم في ذلك الوطن، اللي هو عبارة عن شراكة بين أخوات مسيحيين وأخوات مسلمين في وطن واحد، على السراء والضراء زي ما بيقولوا يعني. طيب خلينا أعود وأسأل اللواء محمد عطية مدير فرع الأمن العام السابق بشمال سيناء. سيادة اللواء أهلا بيك. مساء الخير. سيادة اللواء، وانت في كمديرا لفرع الامن العام في سيناء، هل كانت الجماعات الارهابيه تستهدف المسيحيين تحديدا بهذا الشكل على اعتبار انها عمليه تحقق هدفا مزدوجا، عمليه ارهابيه وطائفيه يعني؟ هل لاحظت ذلك خلال عملك؟ هو حضرتك لما كنا هناك في فتره السنه اللي بعد الثوره كانوا حتى المقامات المشايخ بيهدموها، يعني كنيسه في رفح اتحرقت مرتين، الشيخ زويد المقام بتاعه اتحرق، منطقه العريش اتخطف منها كذا واحد، وكان حصل حادثتين قتل في رفح وقسيس في كنيسه في المساعيد ورا العريش على طول، قتلوه طالع من الكنيسه، وده كان يعني قتلوه سموه في العربيه. المناطق اللي فيها الاخوه المساحيين يعني احد الناس بيتمتعوا بالامن، نقول بن العبد، رمانه، بلوزه، اللي هي منطقه اللي بعد كده السلام على طول. اما منطقه رفح والفيل زويد طيب سنعاود الاتصال تاني. استاذ
أبانوب، أعود إليك هنا. طب ال 600 700 أسرة اللي موجودين يخشون على حياتهم بعد حوادث الاختطاف والقتل المتعددة، كيف يتم تأمينهم ولا لا يتم تأمينهم؟ هو بالتأكيد يخشون على حياتهم، وفي تحركاتهم بيبقوا واخدين بالهم من كل تحركاتهم. بعد ما ظهر مؤخرا بعض الحالات اللي لقت نفسها حاسه نفسيا ان هي متراقبه، ومتراقبه اماكن عملها، ومتراقبه اماكن او متراقبين منازلهم يعني، فبدأ ان هم يتحركوا بشكل تدريجي باكثر حذر. في ناس بدأت تنزل عملها وتنزل شغلها وهي مش يعني هي بتقول ان هي ممكن ما ترجعش تاني، ممكن يحصل اي مشكله بعد ما حسوا بمراقبتهم. موضوع التأمين ده، هو التأمين لو هتكلم عن تأمين الأفراد طبعا سواء القوات الشرطية أو قوات الجيش مش هتقدر بالشكل الكافي إن هي تأمن الأفراد فرد فرد، ولكن لو هتكلم عن تأمين المنشآت وبالتحديد أخص بالذكر الكنائس، فهو مفيش عليها تأمين نهائي. حتى في الأعياد بيتم تأمين بسيط جدا، ومع إن العيد عندنا بيكون المكان اللي متجمع فيه أكبر عدد من الأقباط بيمارسوا صلواتهم الدينية في وقت معين، فده المكان اللي يقدر يتم استهدافه، فبيكون التأمين عليه بشكل غير كافي نهائي. والكلام ده حصل في العيد اللي فات، واحنا دلوقتي اساسا كل الثلاث كنائس تقريبا هي اللي على قوة شمال محافظة شمال سيناء كلها، كل مسيحيين شمال سيناء بيروحوا الثلاث كنائس دول، فسهل جدا استهدافهم، سهل جدا استهدافهم لعدم تأمين عليهم في أوقات الأعياد أو في أي أوقات أخرى. طيب أعود تاني للواء محمد عطية، الخط بس بينقطع. سيادة اللواء، خلال عملك كمديرا لفرع الأمن العام في سيناء تاني، هل كان هناك استهداف متعمد للمسيحيين ولكنائسهم من قبل الجماعات الإرهابية المنتشرة في سيناء؟ هو تم، بس حالات مش كتير قوي يعني، كانت في منطقة رفح والشيخ زويد. بعض الناس يروحوا لهم يعرفوا ان هم مسيحيين، ينزلوهم من البيت هتسلم ولا تمشي، دي خلاص بقت اماره. لا ما هو ده في حد ذاته قمه الارهاب، يعني يروحوا للناس في بيوتها هتسلم ولا هتمشي؟ لدرجه ان انا هنا الناس جت عندنا مديريه ومشينا، يعني ما رضيتش نرجع لنا، هنرجعكم المدرعه ونعين خدمه، احنا مش هنقدر نقعد. اسمه ابو نادي، انا فاكر من سنتين. يعني الناس حتى ما تقدرش ترجعها بيتها فتمشيهم في مدرعه؟ لا، انا عايز ارجعه واحط عليه خدمه امنه هناك عن طريق قوات من الجيش اللي كانت بتبقى نازله هناك، او بعض قوات الامن المركزي المتواجده في معسكر الاحراش. فالناس رفضت. الكنيسه اللي موجوده في رفح نفسها اتفجرت مرتين. ده الكنائس اللي موجوده ويقدروا المسيحيين يصلوا فيها بتامين كامل، 3 كنائس في العريش. فيها ابونا القسيس اللي كان طالع من الكنيسه قدام الدمار. في كنيسه ثانيه في شارع 23 يوليو. في كنيسه ثانيه خلفها مباشره مباني المساعيد وحي الصفا. ويمكن الاخوه المسيحيين اللي قاعدين مع حضرتك يمكن يعرفوا الكلام ده. المناطق اللي امن الاخوان المسيحيين في سيناء كانت 3 مناطق بس. يعني هم عددهم مش كتير كده، هم عددهم من 500 600 500 او 700. دير العبد ورمانه دول نسبه التعليم فيهم عاليه، الناس متعلمه، كانت علاقتهم بالدين كويسه، ما فيهاش تكفيريين يعني. اما منطقه رفح والشيخ زويد بعد الفوضى اللي حصلت في بدايه بعد ثوره 25 يناير انتشرت مجاميع عاليه كثيره منهم جدا، وكان التواجد الشرطي ضعيف جدا ومش كافي للتامين. يعني عشان احمي المسيحيين بيتامن في العريش بس. امن الكنيسه الكبيره اللي هي اكبر كنيسه اللي كان مجمع كنسي بلاد في القسيس وناس براه. ده كان مجمع فيه اقامه وفي صلوات وفي قاعه كبيره جدا، وكان مبنى ليه اسوار عاليه وكنا بنعمله طوالنا 24 ساعه. وكان في كنيستين تانيين برضه في 23 يوليو وكنيسه قريبه من حي الصبا. دول كانوا اغلب الاعياد احنا بنعملها، ويعني غالبا كانوا المسيحيين بيبقوا كلهم موجودين في المناطق دي. اما منطقه 24 يوليو ما كانش بيتم فيها صلوات. فهي كانت استهداف على انك انت مسيحي. بس الحاجه الغريبه كمان انهم هدوا مقام بتاع الشيخ زويد. الشيخ زويد ده مسلم. الشيخ زويد ده اللي مسماه على اسمه مدينه الشيخ زويد، هدوا المقام مرتين. فهي العمليه مش عاملين الدين عندهم خالص نهائي. يعني انا هيك شفت المنظر الجديد ده اللي بيعملوه. طب سيادة اللواء، في عايز انقلك للعمليه الارهابيه التي شاهدناها تابعناها منذ ايام قليله، تفجير مدرعه الشرطه اللي استشهد فيها 10 من الجنود وضابط.
هل هنا التعامل الامني كان يجب ان يكون اكثر حذرا وقوه؟ هو اقول لك مهما كان حذر سيادتك مش هيقدر يمنع دي لسببين. المسافه ما بين العريش ولغايه الشيخ زويد او رفح 50 كيلو. 50 كيلو فيها لا يقل عن 100 ملاك. ينزلك من كبه من فوق وبعد كده ارض رمليه على جانب الطريق. فممكن يحط الحاجه من بالليل. وبعد كده مش تقدر تامن كل فرد لوحده، لما تطلع اقوال امنيه ساعات وساعات بتقول او عربيه تختلف عن الثانيه او تبقى ماشيه في نفس القول بتيجي يمين الطريق او شمال الطريق او في وسط الطريق، لان هو ممكن لو حطها في وسط الطريق هتكتشف. يعني الضباط اللي ماشيه او القوات اللي ماشيه هتبقى شايفه ان في حفره هنا متغطيه، لكن هو غالبا بيحطها على جنب الطريق وهو امن بعيد ريموت كنترول فقط. طيب 50 كيلو مسافه برضه كبيره يا استاذ وائل. طيب بتوجه لحضرتك. هو موجود دلوقتي بيتعمل لدرجه دلوقتي هم ما بيطلعوش من مربع الشيخ زويد ورفح. يعني في الاول بينزلوا العريش، كان ممكن ينزل العريش يخطف حد. صناعيه داخل العريش من ورا من مصاعيد بين العبد ممكن صناعيه كبر السلام. دلوقتي الجيش مع القطع اللي هو عنده والمعلومات اللي شغاله على طول والاستهدافات عليهم والكلمات اللي بتظبط منهم برضه عمليه التطوير اللي امبارح. طب والمدرعه اليوم ايضا كان في استهداف لمدرعه اليوم ايضا. المدرعه انت النهارده دي لازم عارفه مستهدف ازاي حضرتك. انت جنوب العريش ارض زراعيه مزروعه باشجار زيتون. اشجار زيتون ممكن تحلف عليها الاطعام من جوه الزيتون. انا مش سامع الصوت قوي يا جماعه. مش اتفضل يا سياده اللواء. منطقه النهارده سيادتك اللي كان فيها المدرعه الثانيه دي كان المتجه للعريش لجنوب العريش اللي هي توصل لحته اسمها بيت كحه. فدي منطقه كلها مزروعه بالزيتون. فيها المطار وفيها الامن المركزي وبعدين في حته خلا وفي عشش. من العشش دي منطقه رمليه جدا، يعني ممكن في المنطقه دي انا اعتقد ان في المنطقه دي بعد الامن المركزي كان في امن كده في الشارع الامن. طيب في عشش ممكن اجي الطريق ده كامل. لواء محمد عطية مدير فرع الأمن العام في سيناء سابقا، في شمال سيناء سابقا، ألف شكر. وأنا بختم هنا أستاذ فادي، ما الذي يمكن أن نفعله؟ أنت بتقول فيه تقصير، هنا كيف يمكن حماية؟ أنت شايف طبعا سيناء تحديدا يعني تكتسب خصوصية في العمليات الإرهابية، لكن ايه اللي يمكن ان تفعله السلطة للاهتمام بهذا الملف؟ لانه حتى لما يبقى العمليات متتالية واخر حادثة من شهرين اللي هي الدكتور وديع رمسيس ما زال مختطفا حتى الان، ما الذي يمكن ان تفعله السلطات؟ السلطة اعتقد عندها علم كويس قوي ان هناك علاقة طردية ما بين عملية مواجهة ومكافحة الإرهاب وتجويف البؤر الإجرامية اللي هم فيها مع محاولات تمويلهم من خلال استهداف القباط بعائد الفدية اللي هي بتدفع ديت، وبيشتروا بالفدية فدية مثلا زي 10 مليون جنيه ديت، ده يشتروا بيها أسلحة ممكن يحاربوا بيها الجيش لمدة 3-4 شهور سنة. فإذا كانت الإدارة الشرطية مشاركة أو بالتعاون مع قوات المسلحة تقدر إن هي تكافح هذا الإرهاب بالأخص الذي يستهدف الأقباط، لأن زي ما قلنا بيستغل خطفهم في تمويلات مادية بعائد عالي جدا يصل إلى عشرات الملايين في الفرد الواحد، لشراء أسلحة مرة أخرى ولشراء متفجرات مرة أخرى ولإعادة تمويل العناصر الإرهابية مرة أخرى. فنقطع هنا بؤرة التمويل مع البؤر الإجرامية كأشخاص، بؤر التمويل نفسها من خلال وضع يمكن نقول سيطرة أمنية على المناطق اللي بيها تجمعات قبطية، مناطق زي الكنائس، زي المتاجر، زي المستشفيات، زي الممتلكات لأشهر أو أكبر أقباط موجودين في شمال سيناء وبالأخص العريش. مثال لذلك دكتور وديع رمسيس. يعني دكتور وديع رمسيس واحد بيمتلك أكتر من 15 سنة فاتت مستشفى اللي هي مستشفى رمسيس المعروفة في العريش واللي بتعالج مسلمين ومسيحيين على السواء. لما يتم استهدافه قدام مستشفى بتاعته وداخل عربيته واطلاق اعيره ناريه وخطفه بدون وضع حراسه امام مستشفى من فتره طويله، وعلى علم ان هي المكان ده والشخص ده مستهدف، يبقى ده برضه تقصير امني. لما يتم استهداف ابونا مينا شاروبيم
في الفتره اللي بيتم فيها شحن ضد الاباط امام كنيسه ماريمينا بدون وجود حراسه امنيه امام الكنيسه، او حتى عدم تفاعل الحراسه الامنيه مع المستهدفين لابونا مينا، فده برضو تقصير امني. طب ما هو تقصير امني ونحط جنبيه تقصير امني هيولد في الاخر الفوضى اللي انا قلت عليها في بدايه حديثي، وبرضو هيؤدي الى تمويلات هذه العناصر الجريمه لمواجهه الجيش والشرطه. عبء على الامن لان سينا كلها مستهدفه يا فندم. بعد يعني انت بتلاحق عناصر كثيره ومتعدده وجماعات ارهابيه وتكفيريه. خلينا نقول ان التواجد الشرطي وتواجد الجيش في سينا دلوقتي مش مشترط بعدد معين بسبب طبعا مواجهه الارهاب في الفتره الحاليه. بالتالي على الداخليه ان تصدر قرارات بتعزيزات امنيه بافراد امن مركزي وقيادات شرطيه على مستوى عالي في الحرفيه لمواجهه الارهاب بالتواجد في مناطق التي تشهد اشتعالا منذ بدايه 30 يونيو، شيخ زويد، رفح، العريش، بالاخص تلك المدن. لان انت لو مسكت الخريطه او البلان بتاعت منطقه الثلاث مدن دول من 30 يونيو هتلاقي ان هم شهدوا عشرات بل مئات الاحداث الارهابيه بتستهدف جيش، بتستهدف شرطه، بتستهدف اباط. بس في نقطه في استهداف الاباط ان زي ما قلت لك بيستخدم مع استهدافهم تمويلات للعناصر اللي بتهاجم الجيش والشرطه. يبقى اقطع هذه البؤره الاجراميه. طيب خلينا نسال امير وديع رمسيس ابن الدكتور وديع رمسيس الذي ما زال مختطفا حتى الان. امير اهلا بيك. بيك استاذ وائل. امير، هنا احنا بنناقش قضيه قتل واختطاف المسيحيين في سيناء. دكتور وديع رمسيس، هل جات له تهديدات قبل عملية اختطافه؟ يعني هل كان مهددا؟ هل كان يتحدث معك في ذلك؟ جاله حوالي 3-4 تهديدات على مدار السنتين اللي فاتوا يعني. مش تهديدات مباشرة، مش بالورق يعني، ده كانوا بيضربوا عليه نار مباشر. لا يعني أطلق عليه الرصاص قبل كده؟ مرتين 3 يعني. ونجا، ولكن في العملية الأخيرة كيف تم اختطافه؟ نفس القصة، 4 أفراد ملثمين وهو راجع بالعربية ضربوا عليه نار وقفوا العربية، نزل منها، نزلوه من العربية أخدوه واختفوا. ده من شهرين؟ بسهولة يعني، من 86 يوم بالظبط. من 86 يوما، يعني داخلين على 3 أشهر. عايز تعلق؟ اتفضل. مساء الخير يا استاذ امير، وان شاء الله ربنا يصبر قلبكم لحد ما يرجع الدكتور وديع بالسلامه. هي بس في نقطه ما اعرفش وصلت للامير ولا لا. احنا تواصلنا باسم ائتلاف اباط مصر، تواصلت انا شخصيا مع قياده قبطيه في كندا اسمه استاذ شريف منصور، وهو صديق شخصي لاستاذ جورج رمسيس اللي هو الاخ لدكتور وديع، هو عايش في كندا. واعتقد ما اعرفش ان كان استاذ جورج لما انا كلمته عن طريق مستر شريف وصل لحضرتك الرساله ولا لا، لكن احنا وصلت لنا انباء غير مؤكده بخصوص الدكتور وديع رمسيس ان تم مشاهدته في غزه بيعالج المصابين. ده في الوقت اللي حصل فيه القصف الاسرائيلي لغزه بيعالج المصابين. بس هوضح يعني بس انا اسمح لي اوضح الرساله كامله عشان تبدا تكون مفهومه لدى المشاهد وبرضه لدى استاذ امين لو كان لاول مره بيسمعها. ان تم طبعا قسرا او اجبارا ترحيل دكتور وديع رمسيس لغزه لاجباره على معالجه المصابين من ابناء الشعب الغزاوي، ما اعرفش صنفهم يعني سياسي ايه، كان حمساوي او من اهل فلسطين العاديين المصابين هناك. في الوقت اللي حصل فيها قصف اسرائيلي لغزه اللي هي فتره شهر 7 وشهر 8، اللي هي الفتره ما بعد خطفه ولحتى وقت قريب، يعني ما هو القصف لسه منتهي بقاله اسبوعين. واتقال ساعتها ان هو هينهي مهمته ثم هيبداوا يعاودوا مره اخرى المساومه على الفديه اللي هي 10 مليون جنيه. وطبعا كان دكتور جورج او مستر جورج رمسيس اللي هو اخو دكتور وديع قال لي فعلا هو خلال الفتره اللي انت بتقول عليها ديت نادرا ما كان في مفاوضات على الفديه، وكانهم مخصصينه في التوقيت دوت لمعالجه المصابين من يعني غزة. مفاوضات الفديه توقفت فاحنا بس هنستنتج وشوهد بعدها في غزه. هنستنتج ان هو حاليا بحاله صحيه سليمه. ثانيا يعني جماعات ارهابيه تكفيريه تخطف الاطباء، وخد بالك الجماعات ديت ليها علاقه بحماس عشان تنقلهم. الجماعه دي ما هو برضو ما بين السطور بيتفهم ان الجماعات ديت ليها علاقه بحماس
الا ما كانوش رحلوا او مرروا في عبر الانفاق لخدمه الشعب الغزاوي او الحمساويين او ايا كان صفتهم من اهل فلسطين في اثناء ضرب اسرائيل. طبعا بصفته دكتور متمرس يعني اكتر من 45 سنه في مجال الطب، فيقدر يعالج اكتر من تخصص، كسر مثلا. هو في حاجه قلتها، بس هو تمت مشاهدته في غزه دي، مين اللي شاهده بالظبط؟ هو مين اللي وصف معلومه زي دي؟ انا عايز اعرف. يعني انت مش المعلومه انه تم مشاهدته في غزه دي ما جاتلكش يا استاذ امير؟ لا هي ما جاتليش، هي كانت كلها استنتاجات. يعني انا اوريدي كنت مستنتج من زمان كذا سيناريو، ان القصه كلها بالنسبه لي مبهمه لغايه دلوقتي، ما لهاش اي علاقه بالفلوس. يعني انا بالنسبه لي القصه لغايه دلوقتي ما لهاش اي علاقه بالفلوس، ان اللي بيخطف علشان فلوس بيخطف اي مبلغ ويكسب. انما هو عاوز 10 مليون. مين اللي بدأ يساومكم؟ مين اللي بدأ يعمل اتصالات؟ هم طبعا. قالوا لكم عايزين 10 مليون. مظبوط. بس انا البوينت اللي معلش انا ما لحقتش اخد بالي من الاسم الضيف اللي سعادتك. فادي يوسف، مؤسس ائتلاف اعضاء مصر. فادي يوسف. ومعايا ابانوب جرجس ايضا من ائتلاف اقباط مصر بشمال سيناء. طيب هي بس اصلا يعني الفترة اللي فاتت كل شوية اسمع جملة او اقرا خبر، يعني مثلا منهم خبر ان هو كان بيدير مستشفى تحت الارض تحت تهديد السلاح. ده كان مكتوب في احدى البوابات اللي هي بوابة نيوز دي ولا مش عارفين. بعد كده حضرتك دلوقتي بتقولي ان هو تم مشاهدته ان هو بيعالج الناس في غزة. طب مين اللي شاهده ومين اللي عرفه وعرف ازاي ان هو ده اصلا كان مخطوف من القاهرة ولا لا؟ ولو شاهد وعرف ان هو ازاي معلومات. احنا بنقدم المعلومات وعلى الجهات المعنيه انها تحقق. طيب توقفت الاتصالات معاكم في الايام الماضيه المتعلقه بالفديه بالفلوس؟ هي ما بتتوقفش يعني، بس هو كل فتره، الموضوع مش يوميا يعني بيقعدوا ممكن يقفوا 10 ايام اسبوعين، بعد كده يتصلوا تاني، بعدها ب 10 ايام يتصلوا تاني كده يعني. لكن هنا انت على يقين من انه القتل ليس لاسباب ماديه، الاختطاف ليس لاسباب ماديه يعني؟ ماديه بالاضافه الى حاجات تانيه، ايه هي مش انا اللي اقدر احددها. طيب يعني هو جماعات ارهابيه تاخد فلوس تستفيد بالفلوس وايضا تبقى هي تلاحق المسيحيين اكتر ما هي جماعه ارهابيه يعني. طيب انت عندك كم اخ يا استاذ امير من الاشقاء انت؟ نعم 3. العائله كلها عايشه في سينا ولا الدكتور كان عايش لوحده في سينا؟ لا هو كان عايش لوحده، لكن الاسره مش في سينا. طيب يعني نناشد الجميع التدخل. صحيح لو صحت هذه الرواية انه يتم نقله الى غزة بالقوة لعلاج مصابين، علينا ان نتأكد يعني من هذه المعلومات. وفي نفس الوقت يعني عايز توجه رسالة لمين فيما يتعلق بقضية اختطاف ابيك؟ ايه اللي ممكن تعمله السلطة هنا؟ لا هو انا هخلي الموضوع يعني يعم شويه اكتر ما هو يبقى حاجه تخصني. ووضع اختطاف الناس عامه في مصر وبالذات الاقباط في مصر بصراحه بقى حاجه، يعني انا اسف ان انا اقول كلمه زي دي، بس بقى حاجه سخيفه قوي. يعني القصص اللي بقينا بنسمعها بقت فعلا سخيفه جدا، وكمان لما الواحد يعيشها بتبقى اسخف بكتير قوي. فهي رساله يعني سواء بقى بدايه من رئيس الجمهوريه لغايه اصغر حد في الجهات السياديه والامنيه والمعنيه بالمواضيع دي كلها، شوفوا حل بقى في الموضوع ده، عشان الموضوع بصراحه يعني فعلا بقى طعم وحش قوي يعني قوي. انت شايف ان في استهداف للمسيحيين؟ هو في استهداف لكل حاجه كده في البلد. ما انا لسه بقول انه الوطن كان مستهدفا من الارهاب يعني. حتى استاذ وائل معلش سوري، انا برضو مش عايز ابقى كلامي اللي هو دبلوماسي زياده عن اللزوم، الوطن مستهدف ومش مستهدف. لا هي البلد مستهدفه من جواها مش من بره.
يعني مستهدفه من جوه اكتر من بره. طيب ما هو العدو في الداخل، انت امام فصيل ارهابي مسلح من داخل هذا الوطن. الفكره ان الاقباط بيتاخدوا دايما على انهم هم دول اللقمه السهله، واحنا مش لقمه سهله بصراحه، لكن هم بيتاخدوا على انهم اللقمه السهله. فكفايه عشان الموضوع فعلا بقى طعمه وحش قوي بقى. بس امير انت شايف كما تستهدف الكنيسه يستهدف المسجد ايضا، كما تستهدف الكنيسه تستهدف مديريه الامن وتستهدف اقسام الشرطه، يعني هنا القضيه هي قضيه اسقاط دوله يعني. دي برضو امور سياسيه ودبلوماسيه. انا راجل مهندس، انا عندي 1 زائد 1 يساوي 2. انا لما اشوف استهداف تاني اختطاف الاقباط مقابل اختطاف الاخوه المسلمين، النسبه يعني شنيعه. فلو هي بسهوله قوي اختطاف الاقباط ده بالنسبه للناس سهل ان هم يتخطفوا ويدفعوا فلوس ويتخطفوا البنات. في كام بنت مخطوفين في الصعيد، في كام حاله خطف حصلت الفتره اللي فاتت، وكانوا الناس بتطلع تولول على موضوع الناس اللي بتتخطف والفديه اللي بتدفع ومحدش كان بيعمل حاجه. دي ملفات الموضوع بقى يعني معلش هي الموضوع. لا ما فيش مشكله، اتكلم بوضوح. اذا انت من خلال المعلومات، طبعا في حوادث اختطاف لمسيحيين بس في جزء كبير منها خلي بالك لاسباب جنائيه، الناس عايزه فلوس فبيقول المسيحي هيدفع لي واصله معاه فلوس هنا. يعني بيصطادوا البعض تحديدا، وفي الاسباب ارهابيه يعني. للاسف انا يعني لو رجعنا لاساس المشكله هنلاقي المشكله اساسها ثقافيه بحته، ان احنا بقالنا الحمد لله اكتر من 30 سنه ثقافتنا بتتدمر تماما، فكر الشعب كله بيتدمر تماما، تعليم الشعب بيتدمر تماما. للاسف ده اللي وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. وصلنا ان احنا يبقى في مناقشه اصلا على عدد الناس اللي بتتخطف ونوعهم ايه ومنين وليه. دي احنا خلاص داخلين على فعلا مشكله كبيره قوي لو ما لحقناش نفسنا دلوقتي حالا بالتعليم والثقافه. ان هي فعلا مش اتدمرت بس، دي انتهت تماما. ده طيب. تعليقي على الموضوع من اوله لاخره يعني. بناشد مين؟ بناشد طبعا يعني اولا رئيس الجمهوريه اللي هو يعني خلاص شوف حل. انت المفروض دلوقتي انت كبير البلد وانت الناس دي انتخبتك، شوف حل في الموضوع. بس امير ابن الدكتور وديع رمسيس الذي ما زال مختطفا حتى الان، وهو ضحيه من بين 9 ضحايا حتى الان تم قتلهم واختطافهم في سيناء من المصريين المسيحيين. طيب وانا بختم استاذ ابانوب جرجس، ما الذي يمكن ان نفعله؟ سيناء الارهاب يستهدف الجميع، لكن من الواضح انه ال 600-700 اسره مستهدفون ايضا، يعني ما الذي يمكن ان نفعله لحمايتهم؟ الذي يمكن ان نفعله من لحمايه وتامين الاشخاص الموجودين في منطقه سيناء وفي شمال سيناء بالتحديد، هو لابد وان تضع الاجهزه الامنيه آلية واستراتيجيه محدوده يعني وبها شفافيه معلنه علشان نعرف الى متى سيستمر الارهاب في سيناء، والى متى سيتم القضاء على الارهاب في سيناء. دلوقتي احنا مش عارفين نشتغل، مش عارفين نقضي احتياجاتنا، بننزل من بيوتنا بنقول احنا مش عارفين هنرجع ولا ما نرجعش. فإلى متى سيوجد الإرهاب في سيناء، وإزاي احنا نشتغل ويجي بعد كده ناس أو جماعات مسلحة أو حتى حالات فردية تكفيرية تخطفنا وتاخد كده اللي احنا اشتغلناه واللي احنا عملناه لينا ولأولادنا ولبلادنا، تاخده كده على الجاهز. طب احنا ليه نشتغل وليه نتعب مادام مفيش استراتيجية أمنية واضحة وصريحة عن مواجهة الإرهاب في المنطقة الحدودية دي بالتحديد؟ أستاذة نيفين تعيش في العريش، وأنا طبعا يعني لا يستهويني كثيرا تصنيف الناس مسلم يعيش في سيناء مسيحي يعيش في سيناء، لكن لأننا نناقش هذا الملف، ملف اختطاف المسيحيين في سيناء، فأنا مضطر أن أنا أقول أنها مسيحية تعيش في سيناء. أستاذة نيفين أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أستاذ وائل. بتعيشوا نفس المخاوف انه العائلات المسيحيه في سيناء مهدده بعد تعدد حوادث الاختطاف والقتل؟ طبعا، يعني انا واحده من الناس اخاف انزل اروح جامعتي، او والدتي تخاف تروح شغلها. احنا خلاص عايشين في رعب، يعني اي حاجه ممكن تحصل في الشارع كأنا واحده مسيحيه حاسه ان حد ممكن يطلع عليا انا. يعني انتوا محبوسين في البيت ما بتخرجوش من البيت؟
هو طبعا يعني احنا بنخرج يعني على قد اللي هو الشغل، او على قد لو في حاجه ضروريه قوي نخرج لها. لكن اكتر من كده احنا كأنا ووالدتي قاعدين في البيت. والدي هو اللي بيعمل كل حاجه، وده طبعا شيء يخوف اكتر ان والدي بيخرج. يعني انا يخرج لو اتاخر عليا في رد التليفون مره واثنين انا بقلق، عرفت خلاص ان حد خطفه وحد عمل فيه حاجه. ده شيء طبعا قاعد انا مرعوبه. ولو احنا لقينا فرصه ان احنا نطلع بره العريش هنمشي. مش عايزين حاجه خلاص منها، ولا عايزين بيوتنا، ولا عايزين اي حاجه. لا ده بيتك، يعني البيت اللي انت قاعده فيه. يا استاذ وائل، طب ما هو ابسط الامور ممكن بعد كده يطلعوا علينا في البيوت. يعني البجاحه بتاعتهم ممكن يطلعوا لنا في البيوت، ليه لا؟ يعني العماره اللي انا ساكنه فيها انا تقريبا ما فيش غير انا وكام شقه ساكنه، والباقي كله فاضي. انا ليه ما يطلعوش عليا؟ وبعدين في الوقت الحالي اللي احنا فيه في اسره مسيحيه من الاسر اتنقلت من بيت لبيت في شارع يعني، وهم الاسره الوحيده المسيحيه في الشارع ده. الناس دي اتهددوا، اتخطف التاكسي بتاعهم. شاب من الشباب الاسره كان عنده موتوسيكل اتاخد منه، ضرب نار عليهم ليل ونهار عشان يسيبوا المكان، اصل هم المسيحيين الوحيدين الموجودين في المنطقه دي ومش عايزينهم. طبعا احنا يعني ده ليس مقبولا في كل الاحوال، يعني اضطروا انهم ينتقلوا من بيت لبيت وكانهم يتخفون يعني. لا هم اتنقلوا من بيت لبيت، ولما اتنقلوا البيت الجديد حصلت لهم المشاكل. جات لهم المشاكل في البيت الجديد. ايوه، لان هم المسيحيين الوحيدين اللي موجودين في المكان ده، دي الاسره الوحيده المسيحيه. طب يعني هو كمان المسيحي ممنوع ينقل من مكان لمكان ويبقى هو المسيحي الوحيد اللي موجود في المنطقه؟ ازاي يعني؟ بس ده ايه ده؟ دي طائفيه سكان ولا دي جماعات ارهابيه؟ هم لحد دلوقتي يقول لك احنا مش قادرين نحدد هم ايه بالظبط، لكن مستحيل ان انا اقول الاهالي تهدد سكان الجزيره. لا، الاهالي في سيناء وغيرها يتعايشون معا، مسلمين مسيحيين. بالظبط. يعني انت اكيد عندك اصدقاء وصداقات وعائلات طبعا مسلمه. انا جامعتي انا تقريبا الدفعه الوحيده، انا وحيده في الدفعه المسيحيه، والناس بتتعامل معايا بطريقه طبيعيه وعاديه جدا، مفيش حاجه. بس انا ان انا خروجي نفسه من بيتي للجامعه دي حاجه تخضني. انا خايفه ليه؟ يعني انا بروح في تاكسي والجامعه بتاعتي نوعا ما يعني بعيده عني، لان هي تقريبا خلاص قرب اللي هي اخر منشاه في المدينه، وخلاص بعدها البوابه بتاعت العريش. طب ليه المكان ده مقطوع؟ ليه لما التاكسي اللي انا راكباه ده ما ياخدنيش في حته يذبحوني يعملوا فيا حاجه؟ لو والدي موصلني نفسه ليه لو هو راجع ما ياخدوش يذبحوه؟ هل اختطاف المسيحيين التسعه وقتلهم ده مأثر فيكم، عامل لكم حاله فزع؟ طبعا احنا كنا في الاول 2000 اسره. لما في بدايه 25 يناير اتحرقت كنيسه في رفح زي ما قال استاذ سيدي دلوقتي، الناس اللي في رفح خلاص هم مشوا لوحدهم. هنقعد نعمل ايه؟ لان هم برضه بيتهددوا. يعني كنتوا 2000 اسره في شمال سيناء، بقيتوا كام؟ كنا 2000 اسره تقريبا، احنا دلوقتي 600 700 في الحدود دي. معقول يعني في 1300 اسره؟ طبعا مشوا، اللي في رفح واللي في الشيخ زويد واللي في قلب العريش. انا كان ليا ناس صحابي مشوا، مش عايزين يقعدوا فيه. ليه اقعد وانا قلقانه؟ انا واحده من الناس لما سافرت فتره القاهره حسيت بامان، وكنت برجع في اي وقت وكنت حاسه بامان. لكن انا هنا الساعه 5 6 بالكتير لازم اكون في بيتي، عشان انا خايفه اخرج بعد كده. ولو انا مش خارجه لحاجه ضروريه لدكتور او لحاجه خلاص بقعد في البيت. هل قتل الاستاذ مجدي لمعي وفصل راسه عن جسده والرساله اللي وصلوها على المسيحيين ان يرحلوا لاننا سنحول سيناء الى اماره اسلاميه، هل ده ايضا من الحوادث اللي اثارت خوفكم؟ دي اول حادثه يعني سببت ان احنا خايفين زياده عن اللزوم. يعني قتل ابونا مينا قلنا خلاص عشان كان رجل دين وان هو شكله باين وخلاص وموقف وعدى. اليوم اللي اتقتل فيه ابونا مينا هو اليوم اللي اتخطف فيه الاستاذ مجدي لمعي. ويوم الخميس بعد 4 ايام بالظبط من خطفه انا جه تليفون لوالدي قال له تعالى انزل دلوقتي المستشفى، مجدي لمعي لقوا جثته. ولما دخل المستشفى قبل ما يكشفوه عرف ان هو مقطوع رقبته، واكتشفوا فيه في هدومه فعلا رساله. يعني باعتين معاه رساله يا سيبوا العريش يا هنعمل فيكم كده. طب ليه يعني؟ يعني اشمعنى العريش بالذات اللي فيها الوضع ده؟ ما المحافظات الثانيه عايشين عادي جدا. يعني سيناء الحقيقه زي ما اكدنا في المقدمه حولتها جماعه الاخوان الى
مرتع وملجأ وملاذ لكل الجماعات الإرهابية التكفيرية يعني، وبالتالي سندفع ثمنا. لكن علينا كمان بالكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، علينا أن نحمي العائلات المسيحية، لأنه التهديدات مضاعفة بالنسبة إليها. بالظبط. وبعدين يعني انا غير ان انا قلقانه كأنا مسيحيه ممكن يتعمل فيا حاجه، برضه النار اللي شغال ليل ونهار ده، احنا مش عايزين حتى نطلع البلكونات. مجرد ما بنطلع خلاص المديريه بتوجه علينا الكشافات وخلاص كان في حاله حرب هتقوم. وضرب النار بيبقى ممكن نبتدي من الساعه 12 واحده بالليل للساعه 3 4 الفجر، وانفجارات واضواء كاشفه. طبعا دي حاجه نفسها تخوف. يعني انتوا بتسمعوا اطلاق رصاص حواليكم طبعا كتير؟ انا يعني ضرب النار ده كان في مديريه الامن قدامي. احنا في مره من المرات انا شفت الطلقات، الضوء بتاع الطلقه نفسها طاير في الجو. وبعدين خلاص دلوقتي ابتدوا يعني ينزلوا في المكان اللي انا ساكنه فيه، لانه مكان حيوي جدا. بينزلوا خلاص دلوقتي يعني يدخلوا البيوت يطلعوا ناس منها. كنا في الاول بنقول مخدرات، لا دلوقتي بقوا يطلعوا اكتر من كده. مخدرات، لا ده ليه في الجامعات، لا ده تكفيري. طبعا المكان اللي انا ساكنه فيه ده مكان سكني، وكله تقريبا منشآت الشرطه والجيش كلها في المكان ده. يعني مكان حيوي جدا. في الاول كان منتهى الامان ان انا اسكن في منطقه جنب الشرطه والجيش، دلوقتي بقت منتهى الرعب ليا ان انا اسكن في مكان زي ده. لانهم مستهدفون، فالاستهداف يمكن ان يصيبكم يعني، لانه بالظبط. يعني الناس كانت يعني كان ماسكهم جنب الشرطه والجيش يعني، لكن باستهدافهم الان. كانوا قاصدين من فتره مديريه الامن تقريبا بصاروخ، الصاروخ ده هبط تحت بيتي انا وضيع كل جيراني وكل اصحابي اللي كانوا واقفين في الشارع. استاذه نيفين بتوجه لك بالشكر، وعايز اقول لك لا يعني علينا على المسيحيين في سيناء ان يبقوا في منازلهم ولا يخشون هذه التهديدات، وعلى السلطات ان توفر لهم الحمايه الكامله. بتوجه لك بالشكر وبتوجه لك وان شاء الله تهتم السلطات المعنيه بهذا الملف، ملف اختطاف وقتل المسيحيين في سيناء. وكمان اللي احنا سمعناه ده من الأستاذة نيفين، حالة الرعب والفزع التي تسيطر على العائلات المسيحية التي لم يعد متبقيا منها إلا من 600 إلى 700 عائلة كما أكد ضيوفي، بعد أن كانت سيناء فيها 2000 عائلة مسيحية. حالة الفزع في حد ذاتها هي نوع من القتل والاغتيال اليومي. علينا أن نعالج هذه القضية. صحيح سيناء الإرهاب فيها يستهدف الوطن كله، ولكن إذا كان الاستهداف سيختص المسيحيين بالتخويف، بحالة الفزع، بالتهديد المباشر وغير المباشر، علينا أن نوليهم عناية خاصة. غدا إن شاء الله هنكون معاكم في حلقة جديدة.